أنا أسأل ناس كثيرين في لقاءات كثيرة ثقافية، أقول مثلا المسيحيين والصابئة المندائيين اللي كانوا عدد كبير منهم مثلا في واسط، حينما تركوا العراق من منا وقف وآواهم وحماهم؟ يعني يبدو لي نحن لا نمارس وطنيتنا بشكل صحيح كليتنا، سواء كنا كرد أو عرب أو سوانا. يعني هذا الموضوع وطني. يعني في الكوت في محافظة واسط كبار السن يقولون كان هناك مسجد وكنيسة وكنيس، يعني تفصلهم الحائط، يعني الكنيسة والكنيس والمسجد كانوا بصف بعضهم، وكل أبو الكنيس يساهم ويا الجامع بالمناسبات الإسلامية، وأبو الإسلام يساهم. ما الذي جرى؟ ما الذي حولنا هذا التحول بحيث عائلة نصفها تروح الإيران، نصف يروح الإيران، يموت جزء في طهران وجزء في السويد وجزء في الدنمارك وجزء في النجف الأشرف في العراق وجزء لا أدري مين. الآن أكو كرد فيلية موزعين توابيتهم وقبورهم موزعة على الكرة الأرضية. يعني ما هي جريمة؟ يعني مرات نسأل الإنسان الذي يختار سياسة، يختار حزب معين، يتحمل تبعات اختياره، يعدم، يسجن، ينفى. أنت كنت متهما دون تهمة سياسية. نحن بالمناسبة أنا في تجربة تحدثت مع زميل يقول في إحدى المناسبات الرياضية في طهران الإيرانيون شجعوا الفريق العراقي. أنا ابتسمت وضحكت بشكل عالي، قلت له لا يا سيدي، هذا عراقي أنت سفرته وأخذت بيته وأخذت أمواله وتركته على الحدود، ولكن عندما أجى الفريق العراقي لعب في طهران أجى شجع الفريق العراقي. هذا المستوى من الوطنية أعتقد ليس مثل وطنية.